دونك المحطة الثالثة عندنا هي لاكروط ديال الحمام ولا مغارة ديال الحمام، غادي نطلعوا نشوفوها. هاد البلاصة جات في محمية بني زناسن في تافوغالت، بعيدة على بركان بشي نص ساعة، والطريق ليها مقادة مزيان. الطريق اللي غادية من بركان حتى لتافوغالت طريق مزيانة، عرفتي نقية، مازال عاد مصايبة، غير هو الفيراجات يحدى بنادم راسو من الفيراجات لأن في الجبال. وهنا معروف حيوان الأروي اللي تيعيش في هذه المحمية، وهو نوع من الماعز البري وتيتسمى بالضأن البربري أو الكبش البربري. ممنوع الصيد ديالو حيت تعتبر من الحيوانات المهددة بالانقراض على الصعيد العالمي. باركينغ فين حطينا هاي الإشارة وتطلعوا مع هاد الدريجات. من المنظر ديال الجبل واعر بزاف الاخوان. واحد القضيه لقينا لتحت ديري لهم جليسات، كاينين عائلات تيجيو لهنا تيتغداو بوليداتهم وكذا، تدير الغدا ديال كاين بلاصه الشوايه. تسمات مغارة الحمام لكثرة الحمام اللي تيعيش فيها، وتتسمى عند السكان المحليين إفرنجار. للاسف مغاره مسدوده، ما عرفتش واش سدينا من النهار زعما لقاوها ولا عاد. المهم ها هي المغاره نتوما تتشوفوا فيها، تنشوفوها حتى حنايا من برا. ممنوع دخول المغاره وممنوع رمي الازبال لحمايه جماليه المغاره. وعلى حسب الحفريات فلقاو فيها اثار الانسان ما قبل التاريخ، فمثلا لقاو اقدم حلي ديال الانسان، ولقاو فيها اقدم جمجمه دارت لها عمليه جراحيه في ذاك الوقت، يعني قبل من 10,000 سنه قبل الميلاد. من هنا المنظر اللي خلينا لتحت حدا الباركينغ، منظر رائع الاخوان. هاتي الجبال هنا تبارك الله كي دايرين، داكشي رائع بزاف.